السلام عليكم، شلونكم؟ شخباركم؟ اليوم راح اسوي لكم طريقة تقديم اللحم نفس القص، يعني مشابه للقص. هاي طريقة تركية، طبعا طريقة سهلة وبسيطة وطعمها كلش طيب. هسه عندنا هناك كيلو ونص لحم شرح مقطعيهن هيك شرائح، يعني تقريبا بثخن الاصبع وهي مستوى الاصبع، شوفوا القياس على مود تستوي. هسه راح نضيف عليهن ملح وليمون دوزي او ملح الليمون، يعني هذا خلطناهن ملعقة اكل ملح وملعقة ليمون دوزي، خلطناهن وتبلناهن. راح نخليهن 10 دقايق على مود يتبلن صحيح، ونضيف عليهن مي حار. المي حار راح نضيفهن بحيث ينقعن، يعني يصير ويا مستوى اللحم. وراح نضيف عليهن نص كوب خلط تفاح. هسه تبلناهن صحيح، راح نخليهن 10 دقايق ونضيف عليهن المي حار. هسه ضفنا عليهن المي حار والنص كوب خلط تفاح او خل ابيض. هاي خليناها هسه، راح نخليهن 20 دقيقة لحد ما تصير اللحمة بيضة. هاي هسه مثل ما تشوفون خذت وقت 20 دقيقة، صارت اللحمة بيضة، هذا شكلها. هسه راح نحضر الزيت بحيث يعني يكون اضغط بالزيت على مود تستوي من الداخل. هسه هذا خلينا الزيت من يحمى نص النار عليه على مود تستوي براحتها. وهذا هسه عندنا اللحم، هسه راح نضيفه مباشرة على الزيت. ياخذ وقت حوالي 13 دقيقة او 12 دقيقة حسب قوة النار. نقلبه شوية بالتفكير. هسه راح ننتظره تقريبا 13 دقيقة او 14 دقيقة حسب قلت لكم، حسب قوة النار لحد ما يتحمص تمام. واعذرون طبعا انا وحدي اصور واطبخ. هسه هذا اللحم مثل ما تشوفون تحمص تمام. هسه راح نطلعه من الزيت. هسه عندنا هذا بصل مسوينا مكعبات او حسب رغبتكم. هسه راح نضيفه بالزيت لحد ما يتحمص تمام. اللحم راح نقطعه شرائح نسوي نفس القص. هذا اللحم مثل ما تشوفون اكو منه مستوي واكو من عنده بطنه بداخله مثل ما تشوفون هاي ما مستويه. هناك بتركيا اكو ناس تقدمه هيجي وياكلونه، بس هسه احنا راح نضيفه مرة ثانية بالزيت على مود يستوي تمام. هسه ضفناه بالزيت يعني اقل دقيقة. هذا هسه مثل ما تشوفون هسه راح نطلعه. هسه طلعنا اللحم وضفنا عليه شوية كرفس، وهذا عندنا بوتيتا مقطعينها مكعبات محموسة، وفلفل بارد، واذا عندكم طماطة قلت لكم حسب رغبتكم ايش تحبوا تضيفون فوقها. تقدم ويا المايونيز، شوفوا الشكل مالته. واذا عندكم بهارات اي شيء تحبون تضيفون فوقه. ان شاء الله عجبتكم. طريقة كل سهلة وبسيطة وبنفس الوقت
سريعة، طعمها روعة.